ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده اكله حلوه جدا جدا وبسيطه وسهله جدا. النهارده هنعمله بطاطس باللحمه المفرومه. تمام. عادي هتجيبي اللحمه وتعصجيها، ان شاء الله الفيديو هينزل كمان شويه. تمام. وتعصجيها وبعد كده تجيبي بقى، يا تجيبي بطاطس صغيره كده. ماشي، ده حجم صغير بس هي الكاميرا اللي عاملاه كبير. تمام. وتقوريها وهي بتتقور بسهوله جدا، بس خلي بالك وانتي ايه ماسكه كده المقور. تمام. وتقوريها يا تشتريها جاهزه، بتبقى متقوره جاهزه وعلى الحشو على طول. تمام. وتحشيها لحمه مفرومه. تمام. اهو انا سايبه بس بطاطسايه احشيها معاكم عادي، بتتحشى بصي بمعلقه صغيره كده وتدخلي اللحم. اهي بصي بمنتهى السهوله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وفي ناس بتجيب البطاطس ولازم تقليها كده في الزيت شويه، على فكره بتبقى تقيله جدا 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 كده، اخف كتير من غير ما هي تتحط في زيت ولا اي حاجه، وبتبقى طعمها خفيف وخطير صراحه. اهو عملت الكميه كلها. تمام. وادي اتبقى لحمه مفرومه، هل هنرموها؟ لا طبعا. والتقوير بصي، ده التقوير بتاع البطاطس، هنرموه؟ لا طبعا، ده بيبقى خطير. تقلبيها كده مع اللحمه المفرومه. تمام. حابه تحطي مرقه كمان في وسط الليله دي عادي، مش حابه خلاص مفيش اي مشكله. تمام. لازم طبعا نملحها تاني لان اللحمه المفرومه هي متملحه، بس مش هتدينا التمليحه اللي هي تمام. فانت حطي ملح وفلفل في قلب الطماطم. اهو بصي حطينا بقى قلبنا كله مع بعض. نحط بقى البطاطس، رصي بطاطسك الحلوه اللي انت مقوراها وحشياها. البطاطس تاني انا مش قلياها في زيت يا جماعه، البطاطس قورتها وحطيتها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. وحطيتها على طول، حشيتها على طول، انا مش بقليها في الزيت عشان بتبقى تقيله جدا. كل واحد وحسب ذوقه. تمام. وفي الخلاط حطيت بالظبط بالظبط 3 طماطمات، وحطيت معلقه صلصه وملح وفلفل وبهارات لحمه وبصلايه صغيره و3 فصوص توم بالظبط، وخلطتهم. واهو هتحطي بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي كله كله كده. اهو. وطبعا عشان خاطر التسويه حطي بس نص كوبايه ميه. اهو حطينا نص كوبايه ميه، ودلوقتي حطيها على نار من فوق لغايه بس لما تغلي، وبعد كده حطيها في الفرن على نار متوسطه لغايه لما تستوي معاكي.